وحتى الموت هاد الناس مبقاوش كيقيلوها. سبحان الله العظيم. ما رحموا لا الحي ولا الميت. المهم القيل والقال وكلام الكذب وكل واحد اجي فمو قول سبحان الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا متتبعي الكرام، إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. بصراحة اش غنقول لكم، هادشي كيألم. واش الناس ما بقاوش يخافوا الله ولا ما عارفه شنو هادشي، ولا الهدف هو الادسنس كيف ما بغيت نقولها، كيف ما بغيت نديرها، كيف ما بغيت راه حشومه. هادشي عيب وعار، عيب وعار. كل واحد خارج بطريقته. اولا على لبنى، علاش دارت هكاك، علاش وصلت لنا الخبر وهي يا ناس. هادوك الناس ولا نتوما نيت اللي كتكلموا راه كيخدموا في اليوتيوب، كيخدموا يعني كيصوروا الفلوس، كيعيشوا من هذاك اليوتيوب. السيده شرحت لكم كيفاش كانت هي فاش تلقات الخبر، لان اصلا كانت غتحط لكم داك الفيديو. مثلا انا مشيت هنا، انا صايبت، انا هذا، جاتكم بهذوك اللقطات اللي كانت مصوره من قبل، وشرحت لكم كيفاش جاها الخبر وهي يعني في صالون الحلاقه كما كتمشي ليها اي امراه. الا كاين شي مناسبه ولا كتوجد لشي مناسبه، من كيفاش كيقولوا ما نضرقوش الشمس بالغربال. ما ديروش راسكم نتوما راهم ملائكه، وهذيك الانسانه راها خطاءه. كلنا خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون. اما بالنسبه للرجل، جا الاجل، مات في الزنقه، ما عرفتش داكشي صورته، والله اعلم واش هو ولا ماشي هو. في الصراحه مبقينا كنصدقوا والو، ما عرفناش هذاك اللي مصورين مغطي بكاشه واش هو ولا ماشي هو، لان هاد الناس كيفاش شافوه كيموت وصوروه، وهذا باش يبينوا لكم راه هاد الناس ماشي. حنا ما صدقناش لا السيده اللي كتكلم وكتقول بانها كيفاش وما صدقناش الصوره تاع حنا، لان كتشوفي بزاف الاكاذيب. الناس اللي كيخرجوا لنا بالواقع راه قالت لكم ها انا فين كنت، ها انا ها كيفاش تلقيت الخبر، شغلها هذاك. لكن باش تبقاو تضربوا في الحي والميت راه حشومه هادشي. السيد مات، جا الاجل. شوفوا فاش كيجي الاجل راه فين ما كنتي ماشي خارج في الزنقه، ماشي في دارك، ماشي. هذاك الشيء الاجل. إن جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني راه ما غاديش تزيد، ما غادي تقدم، ما غادي تأخر. جا الأجل، رحم الله، قدر الله ما شاء فعل. الله يرحمه مسكين، يوسع عليه. تعازينا حارة لعائلة كريشة، عائلة أسرة مغربية. الصراحة ما ماتش غير ليهم هذاك السيد، كنا كنشوفوه مسكين، رجل طيب، رجل ما كينطق إلا الخير. وبالنسبه للاخت اللي قالت لك عاد مشات كتعزي ودرت الواجب وجرات عليها يسرى، هذاك راه ماشي الواجب، هذاك كيف كيقولوا كنمشيو نتشفاو والعياذ بالله. اللي كيدير الواجب كان مني كان مسكين كيخرج كيبكي وهو مريض يحتضر، ما كانش شدات ليه دوك الوليدات يشوفهم، وطلبها منها وخرجت كتعيب عليه في فيديو، كتضرب فيه وكتقول بانه بغاو يضحكوا عليها وبغاو يديروا كيزيدوا فيها القنوات. مني كان تيطلب مسكين باش يشوف الحفايده ديالو ما رحماتوش، وعاد غادا تعزي فيه. قال لي كيف تنقولوا بداك المثل المغربي، في الدنيا ما نبغيك وفي الاخره نقرا لك السلام. هي هادي. مني انت هاد السيد طيب وكان تيبغيك كنتي كترتاحي ليه وكان تيرتاح ليك، وعلاش حاسبتي هو بذنوبك انت اللي خرجتي فيهم، وبذنوبك اللي انت ضربتي في بنتك ما خليتي ما قلتي فيها، ومدخله ولدو السجن بالاكاذيب والالاعيب ديالك انت والعصابه ديالك. علاش انت ما رحمتيه مني كان في الدنيا؟ شحال هو في المستشفى؟ علاش ما مشيتيش تشوفيه؟ عاد غادا تعزيه. يعني يسرى ما دارتش العيب، رغم انت امها. انت انا بالنسبه لي ما بقاش
نقول ديك المسألة ديال الأم مع بنتها ولا السخط ولا الرضا، ولا لأن الطريقة اللي خرجتي بها لبنتك ما عمر شي مسلمة تقدر ديرها، فاهمين؟ ايوا هداك السيد مسكين خليوه ينعس في قبرو، راه حشومه هادشي اللي كتقولوه، حشومه هادشي اللي كديرو، وتعازينا الحاره لعائلة بوكريشة، والله يرحم داك الرجل ويوسع عليه مسكين، ويجعل قبره روضا من رياض الجنة، يا ربي توصلنا عليه مؤمنين صالحين. واصلحوا أعمالكم، عاد هضروا على الناس، صلحوا أعمالكم، راه هادشي عيب وعار. أصعب شيء هي الظلم الإنسان، شتي مازال ما بينك وبين الله، الله تيغفرها لك، أما ما بينكم وما بين العبد غدا يوم القيامة راه كياخد لك من حسناتك. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، وخليو هاد اليوتيوب مادام نتوما كتخرجوا وكتهضروا راه كلشي كيخدم باش يصور طرف الخبز، ما نبقاوش علاش قالوه كدا وعلاش داروه كدا وعلاش دارت الماكياج، وعلى كلشي النساء تيديروا الماكياج الا غاد للمناسبات، وشغلها هذاك وحياتها هذيك، وكل واحد غينعس في قبره. ما نبقاوش نضرقوا الشمس بالغربال، وهادشي زعما اللي تديروا راه ما انا ما كنشجعش بحال هادشي، لكن الا غنخرجوا نتكلموا على شي حد نتكلموا بلطف، يعني نعطيو حقه وناخدو حقنا، وبلا ما نبقاو نكثروا الاكاذيب، مات هنا دار هنا، هذه مش مسائل لا يقبلها العقل. اخواني اخواتي اسمحوا لي الا كنت طولت عليكم شويه في هذا الفيديو، غير في الصراحه تضرني خاطري من هذا الشيء ديال الاكاذيب. السيده ما خلات ما دارت فيهم، وصلهم المحاكم واحد واحد، المعيور السبان الحبس راهم فيه، ما عرفت شنو باغا تزيد، وغاده قالك باش تعزي، وجرات عليها العاقه، كل واحد اش كتب. ما انا بالنسبه لي هذيك البنت ماشي عاقه، هذيك البنت مظلومه، مظلومه ماشي عاقه. واتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله. مسكينة الله أعلم بها، واش مريضة، واش هي دايرة هكذاك، الله أعلم. ظلمت هذيك البنت مسكينة، خرجت لها على حياتها، لكن الله ما كيخلي حتى شي واحد. أما بالنسبة للبنة فهذاك قدرها، جات عند زوج سبق ليه مزوج، فما غاديش نديرو ليها العيب. صافي جات دخلت على عمل، صافي كتخدم في اليوتيوب، من حقها دير كلشي باش تطلع القناة ديالها، باش تدخل الفلوس، باش هادي مسألة عادية. بالنسبة لليوتيوبرز وهادشي لا، راه تيقولوا لنا شي اكاذيب، كاين اللي غير كيمثل علينا وطالع وعادي. علاش ما كتنتقدوش هادوك؟ صافي كلشي القنوات دايرة عند لبنى، لبنى لبنى لبنى، أسرة مغربية، كل واحد الله يسهل عليه، كل واحد الله يعاونو. هذاك السيد مسكين الله يرحمه، وام يوسف مسكينه تعازينا لك الحاره، وكنتمنى تتمي العده ديالك على خير وبخير، وكنتمنى ما تهوريش وما ديريش شي حوايج اللي هما الانسان هنا يثبت ويطلب الله يرزقه الثبات، وهذا هو الاهم. والله يرحمنا ويرحم موتانا اجمعين، والله يغفر لنا يا رب. السلام عليكم.